هل تعلم؟ في سنة 1793 في قلب فيينا عاصمة الموسيقى الأوروبية عرض عمل موسيقي نادر يحمل اسماً مدهشاً: مملكة المغرب. على مسرح مارينيلي الشهير تراجعت الستور لتكشف عن عمل يجمع بين الموسيقى والخيال، مؤلف على يد الموسيقار بول ورانيتسكي رفيق عصر هايدن وموزارت. العمل ظهر أولاً باللغة الفرنسية لورويوم دو ماروك، ثم عرض بعد ذلك بالألمانية داس ماروكانيشي رايخ، وبقيت نسخ من نوتاته الموسيقية محفوظة إلى اليوم. قصة منسية من فيينا تثبت أن المغرب كان ولا يزال إرض حضارة مصدر إلهام للعالم. هنا ترك الفن أثراً يذكرنا بقيمة حضارتنا الخالدة.